السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي قسم الموتوسيكلات. عاملين ايه يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير. لو عايز تعرف ايه اللي بيخلي الموتوسيكل يستهلك بنزين كتير، لو عايز تعرف ازاي تقدر ما تخليش الموتوسيكل يستهلك معاك بنزين كتير وتوفر في استهلاك البنزين، شوف الفيديو دوت اللي معايا. الفيديو دوت هقول لك اللي حصل معايا بالظبط. يعني هو عيب بسيط جدا، وكان حله ما كلفنيش 4 جنيه 5 جنيه. انا كنت شغال بالمكنه طبعا، ولقيت ان الدنيا رايحه معايا في البنزين. لقيت نفسي بحط يعتبر كل يوم ب40 و50 جنيه بنزين، ومعرفش السبب للاسف. لكن هقول لك اولا الاسباب اللي تخلي معاك استهلاك البنزين يزيد. اول حاجه، لو فلتر الهواء مش مظبوط او مش متنضف مسدود، يستهلك معاك بنزين كتير. التكيهات لو مش مظبوطة معاك، تكيه البنزين يستهلك معاك بنزين كتير. الكاوتش بتاع العجل لو مش مظبوط معاك، هيبقى حمل المكنة تقيل على الموتور، فهيستهلك معاك بنزين كتير. من احد برضو الاسباب البوجيه، لو الحريق بتاعه مش كويس هيستهلك معاك برضو بنزين كتير. الكهرباء لو مش مظبوطة تستهلك معاك بنزين كتير. فكذا حاجة ممكن يخلوا معاك البنزين استهلاكه اكتر من اللازم. المفروض ان الموتور استهلاكه 150 اللتر الواحد يمشيك يعني من 42 43 45 كيلو للتر الواحد. يعني انا اول ما جبت المكنة عدادي جاب بالظبط على العداد 46 47 كيلو للتر الواحد، على شرط ان المكنة تكون مظبوطة تمام، ظبط مصنع تبقى تمام التمام. هتلاقي معاك اللتر يمشيك 46 كيلو 45 كيلو. بس بتختلف من طريقة سواقة لسواقة تانية. يعني انت ما تبدأش ايدك تقيلة على البنزين وتقول اصل المكنة بتاكل بنزين، لا، انت كده اسلوب سواقتك هو اللي غلط. المفروض السواقة معقولة، ظبط الدنيا، هتلاقي الدنيا بقت مظبوطة معاك في البنزين. اللي حصل معايا ان انا لقيت الدنيا بتاكل بنزين معايا كتير، ف اكتشفت ان العجلة اللي ورا كانت عايزة تتظبط. ظبطت اللي ورا، الحمد لله لقيت فيه تحسن شوية. ظبطت بعديها بيومين اللي قدام، لقيت الدنيا بقت زي الفل. تخيل ان ظبطة الكاوتش تخليك تحط بنزين بزيادة كل يوم او كل يومين. يعني انت معدل البنزين بتاعي استهلاكي في اليوم من 25 ل30 جنيه، لان انا بحرق عدد كيلوات كتير. فتخيل لما تحط كل يوم بعد يوم او يوم كل يوم مثلا 10 جنيه زيادة، او يعني فيما مقام يعني تحط لتر، تستهلك لتر زيادة او 2 لتر زيادة، بسبب بس ان الكاوتش اللي ورا واللي قدام كانوا مريحين سنة مش مريحين. يعني انت متخيل التريحة السنة دي بتفرق معاك. ممكن انت تلاحظها لو بالذات في منازل الكباري. يعني لو الكاوتش اللي قدام مريح سنة، هتلاقي لما تلم دبرياج في منزل الكوبري، العجلة ما الموتوسيكل ما بياخدش راحته في النزول. يعني انت مثلا راقبها كده في العداد، لو انت ماشي نازل على سرعة 60، المفروض لما بتلم دبرياج وانت في منزل، المفروض ال60 ديت او السرعة اللي انت نازل عليها تزيد تدريجي، اللي هو سرعة الموتوسيكل بياخد سرعته مع الجاذبية بتاعة الارض. انت نازل والمفروض بيزيد سرعته، لا، انت ممكن تلاقي نفسك السرعة بتقل. يعني انت لو نازل على 50 تلاقي نفسك بترجع 49 48 47، لان كده الكاوتش مريح، فالمكنة مش واخدة راحتها في الجري. هتلاقي المكنة في المنزل بتاع الكوبري تقيلة، لكن لو العجل اللي قدام واللي ورا مظبوطين هتلاقي كأن المكنة خفيفة جدا.
وهتلاقي الموتور نعم وبقى زي الفل، لانه ما بيتعبش، ما فيش جهد عليه كتير، زي كأنك يعني انت عارف ايه، لو انت محمل واحد وراك او اتنين وراك والكاوتش مظبوط ورا وقدام، احسن 100 مرة من ان انت تبقى لوحدك والكاوتشات مريحة سنة. فخلوا بالكوا من الموضوع ده جدا. تظبط الكاوتش بالذات في الشتاء كل اسبوعين 3 بكتيره. الفلتر الهواء تبقى متنضف. البوجيه تراقب حريقه، لو حسيت ان عمره الافتراضي خلاص غيره. حاول بقدر الامكان سواقتك تبقى هادية، مش لازم ايدك تبقى ماسكة البنزين على طول. هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، وان شاء الله باذن الله الدنيا معاكم تفضل دايما بخير كده، وربنا يحفظكم كلكم. ولو استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك وتشيير، ويسعدني ان انتوا تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.